السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم فيديو جديد، يعني اللي شاف هاد المقادير فوق الطبله غادي يعرف شنو غادي ندير. غادي نوجد معكم طريقه اسهل طريقه لتحضير شباكيه واسهل طريقه تشبيك، وكنتمنى تصدق لكم، ويعني كنشارك معكم الطريقه اللي كندير انا خصيصا وكتجيني زوينه. اللي ذاقها عندي كيقول لي ناديه شنو درتي في هاد الشباكيه؟ ناديه ورينا شنو كديري في الشباكيه ناديه، علاش كتجيك زوينه، علاش كتجيك معلقه، علاش يعني. وكنديرها والله العظيم كنديرها في الثلاجه تقريبا، كتضرب عندي شهر وسميتو ما كيطرى ليها والو، تخرجها كيكون فيها مذاق شباكيه وكتكون معلكه من الداخل وكتكون زوينه بزاف. المهم اليوم غادي نحضر معكم غير ربعه ديال الدقيق، حيت غير غادي يعني نشارك معكم الطريقه اللي كندير وتستافدوا حتى نتوما اللي مالا. وان شاء الله يعجبكم هادشي اللي كندير معكم. يلا نبداو. بسم الله. غنحتاجو نص كاس العنبه ديال نص كاس العنبه ديال الجنجلان مطحون بزاف. بيضه غادي ناخذ غير شويه من الصفر ديالها، نص اصفر بيضه، نص اصفر بيضه اللي غنحتاج. والرابعه ديال الكريك. وعندي هنا الزعفران الحر. هاد الزعفران الحر راه حر 100%. هذا عطاتولي ماما راجلي خالتي اللي خليها ليا، عطاتني فيه شويه، كل مره كنهزاش شي شويه كيك. درتو في ماء الزهر حتى طلق، درتو في ماء الزهر حتى طلق مزيان شي تقريبا شي نص ساعه دابا. وعندي هنا شويه د الخل، وعندي هنا الزيت بلديه، انا نحتاج غير زيت بلديه. وعندي هنا شويه ديال الملحه وشويه ديال المسكه الحره دقيتها مع شويه سنيده. وعندي هنايا شويه ديال القرفه، وعندي شويه ديال الخرقوم بلدي. غناخذ غير شويه كيك ماشي بزاف. وهادو هما المقادير تقريبا. هادشي اللي غادي ندير فيها. ما غاديش ندير الزبده، ما غاديش ندير سميتو الكوزه وسميت كندير الكوزه فيها مسكه الحراره كاينه، كندير فيها شويه د الكوزه وشويه د النافع وحبه الحلاوه. انا ما غاديش نديرهم معها دابا، حيت انا غير غادي نجرب معكم الطريقه اللي كندير والطريقه اللي كندير في التشبيك، وان شاء الله تشوفوا. وبالنسبه للعسل راه ديجا وجدتو، جا هائل جدا. بالنسبه للعسل وجدتو تقريبا شي يومين دابا باش وجدتو، يجي بحال هكا، كيجي هائل البنات. عرفتوا حق الله العظيم، واخا ديروا شباكيه في سميتو في الثلاجه، واخا ديروا شباكيه في الثلاجه كتجي هائله جدا. وداك العسل ما كيتجمع ما والو، كيجي زوين وكتجي معلكه من الداخل. ان شاء الله تجربوها نجح لكم ان شاء الله. المهم بسم الله، نبداو على بركه الله. عندي هنايا الربعه ديال الدقيق فرص او الفارينه دقيق غربلتوه مزيان. عندي هنايا نص كاس عنبه ديال الزنجلان. انا راه كنديرها غادي نشارك معكم حتى هذيك اللي غندير ان شاء الله في رمضان. هذه راه كنديرها مره الا تشهيت شباكين كنديرها مره كندير نص كيلو اللي ماله الوليدات وسميتو صافي. والعسل راه كنديرو كل مره كيسالي ليا كنديرو، حيت كنحتاجو البريوات وكنحتاجو المعسلات اللي كندير للوليدات وصافي. المهم دابا غندير هاد المسكه الحره
شويه ديال الملحه. غادي ندير قرفه، وغندير شويه ديال الزعفران، شويه ماشي بزاف. وغادي ناخذ اصفر بيضه، شويه. المهم نخلط هاد العناصر كامله بحال هكا. غادي نزيد الزيت بلديه، غادي نزيد الزيت، غنزيد الزيت بلديه. بسم الله. وغادي نزيد هاد الزعفران الحر، ريحته يا سلام والله. الله الله. غادي نزيد هنايا هاد الخل، غادي نزيد هاد اصفر بيضه، باش نص بيضه، نصف اصفر بيضه قسمته على 2 لكي تفهمونني اكثر واكثر. المهم غنخلط وغادي نكمل قص ما تجيش رطبه، ضروري تجي قاصحه باش تسهل لكم في الخدمه. ان شاء الله نشارك معكم ديال اللوز اللي كندير، غتجيكم زوينه. بسم الله. غنحاول نعجنها غير بالماء الزهر، ما غاديش ندير ماء ديال الروبيني او ماء معدني بتاتا. كاين اللي كيدير شويه د الخميره وكاين اللي كيدير الزبده. انا كنستغنى عليهم، ما كنديرهمش. الزبده كتجي رطبه، يعني بحال ديال رمضان الا درتي لها الزبده كتجي رطبه وكتجي معجنه. بحال هكا البنات، ما كيجيش اللون ديالها غامق، ما نديرش فيها القوام بزاف. غنخليها تستريح شي شويه، ندير ليها بلاستيكه ونخليها تستريح شويه، وغنتلاقى معكم ان شاء الله.
المهم البنات، ملي جمعت العناصر ديالي او المقادير ديال الشباكيه ديالي وخليتها ترتاح واحد تقريبا شي نص ساعه المكانه، انا كنصحكم تعيشوها بالليل الا غديتو توجدوا الشباكيه وتجيكم زوينه بزاف. شنوها يعني بالليل وجمعوها وديروها في الثلاجه، الغد اللي عاد بداو في التشبيك كتجي هائله جدا والله العظيم. المهم البنات انا بعد ما جمعتها وخليتها غير نص ساعه حيت بغيت نشارك معكم غير المقادير اللي كندير وطريقه التشبيك اللي كندير اسهل طريقه، وهاني كنغوص فيها. يعني الرابعه خرجت لي واحد التكسير صغير يعني كلينا في يومين. المهم البنات بحال هكا كيجي، درتها وغادي نسرحها بالمدلك وغادي ندير فيها غادي يعني بحال الطريقه ديال المسمن باش تجيك مرقه من الداخل. خاصكم ديروا فيها الطريقه بحال كما كنديروا المسمن، نجمعوه ونطويوه غنستافد انا، غادي نخدم معكم غير بيدي ودلك، ما غاديش نحتاج الماكينه يعني اللي كندير كنورك بها، حيت دابا غير الرابعه دقيق يعني ماشي شي حاجه. المهم غادي نحاول مع العجين ديالي وغادي نطوي على جوج بحال باش يجيني غير مرق، وغادي نعاود هاد العمليه جوج مرات. المهم البنات بحال هكا كيجي، وغادي نعاود نعاودكم الطريقه مره اخرى باش تفهموا. كتجي سهله جدا جدا جدا، وكتجي مرقه بالداخل وكتجي شاربه العسل. والله العظيم الا عجبت الا جربتو غادي تعجبكم وما غاديش تستغنى عليها، ما غاديش تستغناو عليها ابدا. انا هذه هي الطريقه ديالي المفضله عندي، والطريقه اللي كنديرها في الصيف انا هي ما تقدر. واللي دقها عندي البنات، اللي دقها كيقول لي ناديه شنو السر اللي كديري في الشباكيه ديالك؟ ناديه شنو؟ اي واحد يعني كيكون فيها حتى داك المذاق ديال الماء الزهر، حيت انا عجنتها غير بالماء الزهر. يا ربي يا ربي يعني تجيكم سهله وتجيكم زوينه بزاف. وفيها داك الريح فيها داك المذاق ديال الزعفران الشعره جا زوين زيتو. انا درتو في داك الماء الزهر حتى طلق تقريبا، درتو شي ساعه المكانه تقريبا. المهم قبل ما نبدا نحط المقادير وهذا الشيء حطيته تما وخليته حتى طلق مزيان وصافي، وعجنت بيه وفي وجاه وعطاني ديك النكهه او ديك الريحه ديالو في العجين، جا زوين بزاف. غادي نعاود نفس الطريقه، هذه المره غادي نديرها على ثلاثه عند الطرفين. المهم بحال تبدي فيه باش تصور من الداخل. يعني غادي نحاول نعاود غادي نحط طريقه سهله جدا، الطريقه اللي كديرها انا يعني ديال شبيك عادي، ولكن كديرها الى في الكتاب ديالها، ولكن كاين هادشي اللي كيديرو الجديد لا الفراشة لا الحقيقة هي الشبيك القديم هي اسهل طريقة وكيعجبني حتى في الكتاب ديالي. المهم البنات ملي كتكون عندي الكتاب ديالي كنحاول نحطها مرة أخرى وكنطويها مرة ثانية فراشات، ونخليها باش تقعد قدامي نشرح فيها وكنقطع ثاني كنحاول نحلها. يا ربي يا ربي تكون سهلة ومن الطريقة سهلة مكنش يعني شحال من زين مكنتش كنديرها، ولكن ملي درتها أول مرة كاملة صافي وليت كنديرها كل مرة كنزيد شوية كتزيد الشهوات على شباكية. أنا كنبغي واحد المشكلة
المهم البنات، كيجي بحال هكا. نحاول نشارك معكم واحده اخرى باش تجي، باش تفهموا الطريقه. يعني درت 1 2 3 4 قطعت على 4. تشوفوا كيفاش كندير ليها عادي جدا. نحاول معها بغير بالعقل باش نقدها. شفتوها؟ وغادي نشدها من الطرفين وصافي. ها هي التشبيك ديالنا والشباكيه ديالنا. كتسنى غير باش نقليها في الزيت. والله العظيم عرفتي نهار ندير انا هاد الشباكيه كتفكرني في رمضان، اجواء رمضان. كما كتشوفون البنات، التشبيك الثاني او الطريقه الثانيه في التشبيك، كنسرح العجينه ديالي وكنقطعها
يعني على طول، وكنعب عليها كما كتشوفون، كنديرها على قد صبعي، وغتجي حتى هي زوينه وسهله. اللي ما كيعرفش يشبك شباكيه، هذه طريقه سهله جدا. كما كتشوفون البنات كيف سهله جدا. اللي ما كيعرفش ديك الطريقه الاولاني راه هذه اسهل بكثير. كديري خطوط يادي كتوركوا عليها باش ما تحليكمش في الزيت. شفتوها كي جات زوينه، غير انا كتعجبني، يعني كيعجبني التشبيك الاولاني اللي كيديروا الناس، زعما اللي كيديروا الناس القدام. هادشي كامل جديد عادي، يعني ما كيعطينيش شي ديكور بغيتو، ولكن يعني اللي ما كيعرفش يشبك هذه اسهل طريقه. المهم نعاود معكم مره ثانيه باش تفهموا. هي كي جات، يعني غير خاصكم تحكموا عليها في الطرفين، توركوا عليها مزيان باش ما تحلش لكم في الزيت الا كتقليو فيها. شفتوا الاولاني والثانيه كي جات. المهم كاين التغيير، وانما المهم عادي جدا. نحاول معكم ثالث مره، الثالثه باش غير يبان لكم الطريقه. شفتوا عادي جدا، يعني اسهل طريقه. راه حتى هي واخا انا كتعجبني الاولانيه، ولكن حتى هذه لا، المهم الا كملتوها وزوقتوها وسميتو كتعطي ديكور زوين. هنا البنات درت الزيت، خليتها حتى سخنات يعني بزاف، يعني حتى وصلت واحد الدرجه الحراره يعني بزاف. عاد بديت كنحط في شباكيه تاعي، حيت الا خليتوها بارده وحطيتو شباكيه غادي تشرب لكم بالزيت، وكتعرفوا الاضرار ديال الزيت. من الاحسن خليوها حتى تسخن بزاف. تحاولوا حطوا. انا كيعجبني نقلي في الكوكوط، حيت هي كتخلي شباكيه. بعد هذا سر من الاسرار شباكيه. لكن عندي بقله كبيره ما كتعجبنيش، المهم كنت كنقلي فيها، ولكن ملي جربت الكوكوط لقيتها هائله. لقيت يعني الطياب ديالها زوين، حيت ثقيله وعندي هاد الكوكوط ثقيله بزاف. كتجي زوينه، وشباكيه واخده طيابها غير بالمهل، يعني غير بشويه دخل ليها الطياب لداخل، وجات زوينه ومقرمله مقرمشه اللي كيقولوا، ورائعه. يعني ما خداتش الزيت، يعني ما شرباتش الزيت نهائيا. المهم كنخليها، كندورها على الجهه الثاني باش تاخذ نفس اللون. كنحاول كنزولها بشويه وحده بوحده. يعني انا بديت معكم عادي سامبل تري سامبل اللي كيقولوا. شفتوها راه ما تحلاتش ليا هذيك الاخرى اللي شفتو الشبيك الثاني اللي شفتو، اللي قلت لكم ورقوا عليها باش ما تحليش، باش ما تحلش لكم في الزيت. انا راه ما كيتحلوش ليا نهائيا، كيبقاو كما هما، كيبقاو في الديكور ديالهم، يعني كتجي زوينه. المهم البنات، ملي ساليت ملي قليت شباكيه ديالي مزيان وخرجتها. المهم كاين اللي كيخرجها من الزيت ديريكت للعسل، انا كنديرها شويه في بابي، عاد كنديرها في الزيت، عاد كنديرها في العسل عفوا، غير تفات ديال داك الزيت وسميتو. ديما فينا الوسواس يا لطيف. المهم كنديرها في العسل، كتشرب العسل راه ديجا شاركته معكم.
وغادي نزوقها شويه سميتو بالجنجلان ديالي اللي ديجا غسلته بالماء وحمرته باش يتنفخ. كنغسلو بالماء ضروري، بالماء عاد كنحمرو. الا غسلتيه بالماء وكتحمريه كيتنفخ، كيعطي واحد الديكور واعر زوين. وإلا حمرتيه ديريكت غير نقيتيه وحمرتيه ديريكت كيجي عادي جدا. صافي بحال هكا البنات، وتشوفوا راه يعني شباكيه كتجي زوينه في المنظر ديالها، وكتجي لذيذه في المذاق ديالها بماء الزهر اللي فيها وداك الزعفران الحور وكاع القوام ديالها كتجي زوينه بزاف. والعسل انا راه شايط ليا بزاف، وغادي ماشي بزاف وانما المهم غنخليه باش نعسل به المعسلات ديالي. غنديرو ناخذو نديرو في شي قرعه ديال الزاج معقمه ونديرو في الثلاجه. مره كل ما بغيتو كنهزو كنسخنو وكنعسل به المعسلات ديالي. المهم ها هو الشكل ديال الشباكيه ديالي. كنتمنى ينال اعجابكم والله العظيم. واخيرا وليس اخرا، ها هي الشباكيه ديالي كي جات في الاخر. المهم جبينا راه تقريبا هذا اللي هذه دابا اللي درت في التبصيل وشويه نسيت ما صورتها، اللي خرج ليا 4 ديال الدقيق، يعني لا باس به. يعني اللي يعني اللي عائلته غير جوج، المراه والراجل ولا سميتو كيديروا غير نص كيلو يكفي. انا كندير كيلو باقي كنعطي فيه في سبيل الله، بس يعني كنصدق فيه شويه، ما كناكلهاش كلها انا كيلو في رمضان لا ابدا. المهم البنات كتجي بحال هكا هائله. شفتوا الديكور ديالها زوين، يعني سامبل تشبيك سامبل ولكن زوين راقي يعني. ودرت رشيت عليها الجنجلان بحكم ان الشباكيه ديالي عجنتها بالجنجلان. الا درتها باللوز ان شاء الله نشارك معكم ديال اللوز. كندير ليها اللوز، كناخذ اللوز نهرمشو كنديرو في بلاصه الجنجلان كتجي زوينه وهائله. ان شاء الله نشارك معكم البليغات وشحال من حاجه غنوجدوها لرمضان الكريم ان شاء الله يا ربي، وغادي نبارطاجيها معكم ونشاركها معكم ان شاء الله خير. واخيرا وليس اخرا، اللي كيزور القناه ديالي اول مره ما تنساوش الاشتراك، تبوناو في لاشين ديالي، وخليو لي لايك الا عجبكم وشي تعليق زوين بحالكم، وما تنساوش تفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. ديما كما كنقول لكم راه ديما في القلب وكنحماق عليكم. باي باي.